يا مساء الجمال على أحلى وأغلى أخوات في الدنيا كلها. كل سنة وانتم طيبين. معانا النهاردة فيديو مهم جدا عن حاجة غريبة جدا. ايه هي الحاجة دي؟ هنتكلم عن كبدة الفراخ. أيوة، كبدة الفراخ، بس مش الكبدة اللي كلنا عارفينها. لا، كبدة التانية. هي الفراخ ليها كبدتين؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة. وهنعرف يا ترى الكبدة دي ينفع ناكلها ولا ما ينفعش ناكلها، وهل هي مضرة أو سامة ولا مش مضرة. وده كله هنتكلم عنه النهاردة. بس في البداية أحب أذكركم إن المحتوى الهادف بيموت بالمشاهدة الصامتة. حطوا لايك كده واشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني. أنا أميرة، أخصائية تغذية، ويلا بينا على بركة الله نبدأ مع بعض الفيديو. الكبدة التانية للفراخ المقصود بيها الكبدة دي اللي موجودة في الورك بتاع الفراخ، وهي أصلا مش كبدة، دي تسمية خاطئة، لكن الناس كتير جدا بيطلقوا عليها كبدة لأنها هي شبه الكبدة بالظبط. طيب الجزء ده لما هو مش كبدة هو ايه بالظبط؟ الجزء ده يا جماعة هو الكلية بتاعة الفراخ. أيوة، الكلية بتاعة الفراخ. طب هل ينفع إن احنا ناكلها ولا ما ينفعش إن احنا ناكلها؟ هقولك أولا كده الحاجة دي ترجع للنفسية بتاعتك أو قدرتك على تناول الطعام، لأن للأسف الكبدة دي أو المكان ده بيكون مخصص للزفارة. يعني المكان ده هو المسؤول عن نسبة الزفارة اللي بتكون في الفراخ أو الدواجن بعد ما نطهيها. علشان كده بنلاحظ إن هي بتكون فيها زفارة شوية لو ما اتغسلتش كويس، فلازم نغسلها كويس جدا جدا جدا. طيب، هل هي مضرة ولا مش مضرة؟ هقولك هي زي ما قلتلك كده حسب النفسية بتاعتك. لو تقدري ان انت تاكليها مفيش مشكلة خالص، لو انت ضامنة ان هي نظيفة ومنضفة الفراخ بتاعتك كويس. بس المشكلة بتكون في الترسبات الدموية اللي موجودة حواليها، لازم ان احنا نستغنى عنها تماما. وكمان لازم نتخلص من الدهون الداخلية الموجودة في الفراخ، لان للأسف الدهون الداخلية الموجودة في الفراخ دي هي اللي بيترسب فيها أكبر كمية من الهرمونات أو أي مواد مضافة أو سموم داخل جسم الفرخة. علشان كده يا جماعة لازم لما نيجي نشتري فراخ نشتريها من مكان مضمون، ومكان نكون واثق إن هو مسبوح بالطريقة الصح. إزاي يعني؟ لأن إحنا قايلين إن في حاجة اسمها فترة كده حماية للفرخة، يعني الفترة اللي ما ينفعش إن إحنا نذبح الفرخة خلالها. لازم نتأكد إن الفرخة لو إحنا مدينا أي هرمونات أو أي أدوية أو أي علاج جسمها اتخلص منه تماما. طب نتأكد من كده إزاي؟ إن إحنا بندي الفرخة فترة قبل ما نذبحها علشان نسمح لجسم الفرخة إن هو يتخلص من الهرمونات دي أو من الأدوية دي أو من العلاج ده. وده طبعا مش مطلوب مننا ان احنا نعرفه، لكن مطلوب ان احنا نشتري من حد امين او من تاجر امين. وكمان طبعا بيرجع لأمانة التاجر أو الفرارجي اللي هو بيبيع الفراخ دي، حاجة هيتسأل عليها قدام ربنا. طيب حد هيسألني من وجهة نظري أنا، ينفع إن إحنا ناكل الفراخ دي ولا ما ينفعش؟ أنا عن نفسي يا جماعة ما أحبش أكلها وما أشجعش أي حد إن هو ياكلها. أنا بنضفها وبشيلها جدا قبل ما أطهي الفراخ أو قبل ما أطبخ الفراخ. لكن الناس اللي بتحب تتناولها مفيش مشكلة خالص، بس لو انتي بتسيبيها في الفراخ وبتطبخي الفراخ بيها ودايما بتشتكي ان الفراخ بتاعتك دايما فيها زفارة ودايما كده ما بتكونش ريحة الشوربة كويسة، فللأسف ده ممكن يكون سببه هو الكلى ده أو وجود الكلى في الفراخ. فلازم ان احنا نتخلص منها قبل طهيها. طبعا انا حبيت ان انا اعمل الفيديو ده واقول الكلام ده وده لان طبعا ناس كتير جدا جدا او فيديوهات كتير على السوشيال ميديا بتقول ان الكلى او الكبدة التانية للفراخ دي بتسبب سرطان وبتسبب حاجات كتير جدا، فالمعلومة دي خاطئة. فحبيت ان انا اصححها لكم. قولولي بقى كده في الكومنتات مين كان يعرف ان الجزء ده مش اسمه كبدة، الجزء ده هو الكلى بتاعة الفرخة. يا ريت اللي يعرف المعلومة دي اول مرة يكتب لي في الكومنتات. واتمنى ان انتوا تشيروا الفيديو ده لكل الناس علشان الناس كلها تستفيد. وما تنسوش ان الدال على الخير كفاعله. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم.